سيداتي سادتي، بمناسبة تربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المناعمين، يمكن أن نعطي جملة من المعطيات عن رحلة الملك في هذه السنوات التي تربع فيها على عرش أسلافه الميامين. فالملك محمد السادس الملك المواطن، فإذا كان الملك محمد الخامس يسمى الملك المجاهد المحرر، والحسن الثاني يسمى بالملك الباني، فإن الملك محمد السادس يمكن أن ننعته بالملك المواطن، ويمكن أن نضيف كذلك الملك المدشن وملك التحديات. فلاحظتم خلال سنوات حكمه تحول المغرب إلى أوراش كبيرة. صحيح أن هناك تحديات ومصاعب، لكن بفضل عبقريته استطاعت هذه العقبات أن تدلل وأن تخضع لمنطق التنفيذ بدون صعوبات، سواء في علاقاته الدبلوماسية وانفتاحه على الخارج، وكذلك على محيطه الإفريقي. ولاحظتم حجم الاستثمارات العملاقة في إفريقيا، بل وحتى في أمريكا اللاتينية وكذلك في أوروبا. كما لاحظتم تحديات وحدتنا الترابية والنجاحات الكبيرة التي حققها في هذه المنتديات والتحديات الكبيرة، والدليل اعترافات القوى العظمى بما فيها أمريكا وفرنسا وأنجلترا وألمانيا، وكذلك دول المعمور، وهو تحدي خر له الأعداء ولم يعودوا قادرين على استيعاب هذه الصدمات وهذه النجاحات وهذه الإحقاقات التي دوت في الأعالي والآفاق. لنقول أن الملك محمد السادس في فترة حكمه رفع القناع عن الدبلوماسية الدفاعية، وأصبحنا نمارس دبلوماسية هجومية واقتحامية تستوعب الضربات، تمتصها، ثم تمارس لعبة الكر والفر. وهو أسلوب جديد فعال ناجع أسقط الخصوم في لعبة التحدي ولعبة الضعف ولعبة اختبار الحقيقة والخيال، اختبار القوة والضعف، اختبار الثقة في النفس وفقدانها. وهذا ما جعل المغرب يحقق مكاسب في مختلف الجبهات.